السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جماعة الخير، أهلا بكم في فيديو جديد. في عربيتين في الشارع المصري كده، كل ما تقول لواحد هشتري العربية دي أو العربية دي يقعد يطلع لك فيها البلاوي الزرقاء كلها، يقول لك دي فيها وفيها ودي فيها وفيها، ومع ذلك تمشي في الشارع تلاقي العربية الأولانية أو التانية كتير جدا ومبيعاتهم كتير جدا. إيه هم دول؟ الهيونداي فيرنا والنيسان صاني. أنا معايا فيرنا على فكرة. كل ما تقول لواحد يا عم انا هروح اشتري فيرنا يقول لك يا عم ايه بقى دي ما فيهاش فرامل وتقف على الفرامل عشان العربيه تقف وي وي وي. والصني كذلك يقول لك يا عم دي حته ورقه تسند عليها تتني. طب الله، وموجوده في الشارع كتير. ايه الفكره بقى؟ ايه يعني العربيتين دول سمعتهم وحشه وفي نفس الوقت في الشارع كتير. يقول لك سهلة. ايه اللي بيشتريها بقى بعد ما يشتريها طبعا ويقتنع بيها؟ يقول لك يا عم ده قطع غير رخيصه. طبعا مفيش حاجه رخيصه دلوقتي، بلاقيها في السوبر ماركت وهكذا. طيب ايه الفكرة بقى او ايه اللي قاعدين نقوله في الفيديو ده؟ ان في ناس موجودة في حياتنا كده وبالاخص على السوشيال ميديا زي العربيتين دول بالظبط، سمعتهم ما جاتش، وفي نفس الوقت تفتح التلفزيون تلاقيهم في مسلسل، تلاقيهم في اعلان على التيك توك خاربين الدنيا، وموجودين كتير جدا، بس ليهم قيمة ايه؟ مادية. زي العربيتين إعادة البيع بتاعتهم كويسة، ليهم قيمة مادية، سمعتهم ايه؟ وحشة. يعني تروح لواحد فعلا تقول له على الصني يقول لك يا عم صني ايه يا عم؟ ما ابعد عن الكلام ده، روح جيب حاجة تانية احسن بنفس السعر او اكتر شوية، صح؟ والفيرنا كذلك، وبتلاقيهم ايه؟ بيتباعوا برضه. الناس دي برضه ليهم قيمة مادية مش اكتر، ولا بيفيدوا حد ولا بيفيد نفسهم اصلا، بس فلوس. تيك توك عمال يبعت لهم فلوس، اعلانات، الناس دي بتعمل ريتش والناس بتتفرج عليها، هتقوم في اعلانات، هتقوم في مسلسلات، هتقوم في افلام، هتقوم في اغاني، وطبعا احنا بنشوف من ده كتير. مين السبب بقى في كل ده؟ انت وانتي. حضرتك بتخش تديله كومنت صغير جدا، بتشتمه في الكومنت ده، انت عملت له ايه؟ اديته فلوس، قلت له اهلا ازيك، اعلى وخليك مشهور اكتر. فنفس النظام في حياتنا كده موجود. في ناس ملهمش اي يعني سمعتهم ما جاتش، بس ليهم قيمه في الدنيا بسبب اللي بيعملوه، وبسبب حضرتك لما تديله كومنت او تعمل له شير او تديله لايك وكل الكلام ده. فيا ريت بعد اذنكم فيديو ما عجبكش عديه، ولا تخش تديله كومنت ولا لايك ولا اي حاجه، عشان ما نرجعش نقعد نندم ونقول ده فلان اتشهر مع انه ما بيعملش حاجه، وفلانه اتشهرت مع انها ما بتعملش حاجه. وبتشوف كل يوم انت تلاقي على التيك توك فيديو ترند، تخش ايه القرف ده؟ بجد ايه القرف ده؟ وتلاقي الانسان او اللي بيعمل الفيديو ده، الكائن اللي بيعمل الفيديو ده، قعد له شهرين ثلاثه اعلانات 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 وفيديوهات وزي الفل ومشهور وعمال ياخد فلوس. بسبب مين؟ بسببك. بسببك. ما انت اللي بتعمل كل ده، انت اللي عمال تديله في لايكات وتديله شير وخد فلوس يا عم والشهر، وانت قاعد سمعه وحشه بس قيمه ماديه. انت السبب. جزاكم الله خيرا، اشوفكم على خير. ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير، والسلام عليكم.